السلام عليكم، وياكم أخوكم عباس العراقي. البس السماعات واضغط لايك واشتراك واسمع القصة. أحمد عمره 23 سنة، اتعرف على بنت عمرها 19 سنة اسمها نور. ظلت علاقتهم مستمرة سنتين. أحمد كان يحب نور حب حقيقي، وكان رايدها بنية زواج، ونور هم كانت تحبه لأحمد. بعد هذا حبهم كله ومخابراتهم وسهراتهم. المهم احمد كان عنده صديق المفضل مالته اسمه كرار، وكان كل ما يطلع هو ونور صديقه كرار وياه، لان احمد يثق بيه ومعتبره مثل اخوه. المهم احمد ونور دخلوا بالسنة الثانية من علاقتهم، علاقة حبهم. بس نور كانت معجبة بيمن، بصديق احمد كرار، كانت معجبة بكرار. المهم احمد خابر نور، كان مشتاق لها ويريد يروح يشوفها، وكان عنده شغل ومش شايفه صار فترة هو. المهم احمد خابر نور، سلم عليها قالها شلونك شخبارك، قالها انا اريد اشوفك شو وقت. نور قالت له بكيفك. احمد قال لها ما دام صار لنا فترة ما مشافين خلنا نشوف بعيد الحب، وعيد الحب يعني بعد الاسبوع ويصير عيد الحب حتى يشوفون، وكانوا متفقين بعيد الحب يطلعون. المهم احمد ظل يخابرها كل يومية لحد ما اجى اليوم عيد الحب، وهسه احمد متفق ويا نور يطلع وياها. واحمد هسه خابرها النور، قالها كل عام وانت بخير، وانا مشتاق لك هوايه، واليوم اريد اشوفك. نور ردت عليه قالت له ماشي ان شاء الله، فمنا للعصر وارد لك خبر واقول لك يا ابو كان راح نروح ونقعد بيه. احمد قال لها ماشي منا للعصر وانتظر منك خبر. قالت له ماشي، وسدوا الجهاز، وظل احمد ينتظر لحد ما هسه صار العصر. احمد خابرها النور، قالها يلا اريد اشوفك، انا محضر نفسي، انت وين؟ نور قالت له انا اليوم ما راح اقدر اطلع، خليها غير يوم. وقالت له لان امي مريضه وحيل تعبانه. احمد صح ضاج شويه وقال لها ما يخالف، وقال لها محضر لك هديه مفاجئه ورا عيد الحب انطيها الك. قالت له اوكي، وسدوا الجهاز. احمد ظل كلش ضايج لان مبدل وهاي، ونور ما طلعت وياه. ورا نص ساعة صديق احمد خابره صديقه الثاني اسمه مصطفى، ومصطفى يحب احمد ويعرف كان بالموضوع، بس من خابره ما قال له كرار ونور بيناتهم علاقة واليوم متوعدين راح يطلعون. خابره قال له انا ضايج وخلنا نطلع سوية نغير جو. احمد قال له ماشي. راح مصطفى على احمد وطلعوا سوية، بس مصطفى كان يندل المكان اللي نور وكرار متواعدين بيه. المهم بعد ما راحوا مصطفى واحمد وصلوا الى هذا المكان، واحمد كل شي ما يدري بالموضوع. ومصطفى قال لاحمد قال خلينا ننزل هنا نتمشى بهذا المكان، ومكان حلو جميل هو. وراحوا بالمكان، مصطفى واحمد ظلوا يتمشون، وهنا كانت الصدمة بالنسبة لأحمد، الصدمة القوية. شاف كرار ونور حبيبته قاعدين سوا، وانصدم هو كلش، ما يعرف شي يسوي بذاك الوقت، ويتذكر وقفاته ويا صديقه وتعبه، وحبيبته شقد تعب وياها وسهر كل ما وقف بعينهم، وصديقه اللي نكر الخوة بينه وبينه. واحمد قال للكرار قال له روح، شايف كل الخير انت وياها. واحمد قال النور انا كنت رايدك الي مو رايدك لغيري. وهاي قصة الحب تحولت الى خيانة، وهاي كانت نهاية القصة. بهذا راس السنة احساسي غريب، ايش يسوى راس السنة اذا ماكو حبيب؟ كل من بحضن حبيبه، كل من بحضن حبيبه، واني لا فدوى فهموني حبيب منين اجي وين اروح؟ وكلها محتفلة وتبوس، وانا وحده جرح ما يرضى يطيب. الله عليكم لحد يضيع
يا حبيب حتى لا راس السنة عنا يغيب، بهذا راس السنة احساسي غريب.